فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله علينا مصحف. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج مصحفي. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا مفيدا من خلال المعلومات التي ننتقيها لكم في كل عدد. لا شك أنكم تعرفتم على موضوع سؤالنا لنهار اليوم، هو متعلق طبعا بمدينة مدية وبعلمائها الأجلاء. السؤال يقول: هو علم من أعلام المدية معروف باسم الشيخ المفتي، من هو يا ترى؟ للتعرف على الإجابة الصحيحة ما عليكم إلا أن تبقوا معنا. قدره في لب قلبي وبه نصف حياتي وله الروح تلبي، يرتوي قلبي أمانا وحنانا وسلام حين أتلوه. احنا قناة القرآن الكريم جيناكم هنا ضياف عندكم في ولاية المدية. بكم. الله يسلمك. السؤال تاعنا تاع اليوم يقول: هو علم من أعلام الجزائر معروف بالشيخ المفتي، من هو؟ الله أعلم. الأخضر الإبراهيمي. إجابتك خاطئة أخويا. السؤال تاعنا يقول: من هو الشيخ المعروف هنا في المدية المعروف بالشيخ المفتي؟ الشيخ احنا نعيطوا له الشيخ الفضيل. الفضيل. الشيخ الفضيل الاسكندر. هو الفضيل الاسكندر هو عالم من أعلام المدية، بصح ماشي هو الشيخ المفتي تاع هنايا. إجابتك خاطئة. عبد الرحمن جلالي. إجابتك خاطئة أخويا. السلام عليكم، واش راكم مع شهر رمضان؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله اختي. رانا في شهر رمضان، شهر التوبه والغفران، وان شاء الله يكون يجوز علينا كامل الصحه والعافيه لكامل الشعب الجزائري وكل الامه الاسلاميه ان شاء الله. الله يبارك. احنا جينا باش نتعرفوا ونعرفوا ثاني الجمهور والمشاهد الجزائري بولايه المدية. نعم يعني، وهذه يعني نشكركم كثير على مجيئكم هنايا، وانتم ضيوفنا عندنا، مرحبا بكم. شكرا. سيدتي، احنا عندنا سؤال نطرحه لك اليوم، هذه حصة مسابقة، نطرح لك سؤال، إذا جاوبتي الإجابة الصحيحة تربحي معنا مصحف. السؤال تاعنا يقول: هو علم من أعلام ولاية المدية والجزائر، هو معروف هنا في المدية بالشيخ المفتي، من هو؟ ما عنديش معلومة. ما عندكش الإجابة؟ ما عنديش الإجابة. هو معروف يعني. والله ما عندي الإجابة، راحت لي خالتني ذاكرتي. إن شاء الله يكونوا زملائي اللي هنايا يكون عندهم إجابة. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا، يعطيك الصحه سيدتي، ان شاء الله فرصه اخرى بالك نتلاقاو بك نهار واحد اخر. صحه رمضانك. سلمك. ثم ثاني ثم زاده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راكم اخي مع شهر رمضان؟ لا باس. الحمد لله. خويا السؤال اللي نطرحه لك سؤالنا نهار اليوم يقول: هو علم من اعلام ولايه المدية معروف بالشيخ المفتي، هنا في المدية يعرفوه بالشيخ المفتي، من هو؟ الشيخ مصطفى فخار. هو الشيخ مصطفى فخار. الله يبارك، راك فزت معنا اليوم، الله يبارك. تفضل الهديه تاعك، ان شاء الله تختم فيه القران الكريم في هذا الشهر ان شاء الله. لا خاتمه الحمد لله. خاتمه وتزيد تختمه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيكم. واش قلنا؟ ربي يسهل ان شاء الله. هو علم من اعلام المدية والجزائر معروف بالشيخ المفتي، من هو؟ الشيخ فخار. صح؟ هو الشيخ مصطفى فخار. اجابتك صحيحه. معليش، مبروك عليك سيداتي، تفضلي. تفضلي. بسم الله، تفضلي مدام. يسلمك. ان شاء الله. بسم الله. نشكركم على هذه المبادره يعني الخفيفه بصح يعني مفاجاه هذه حتى بالنسبه لنا وبالنسبه لنا ككل كجزائريين، وهذا الشيء شرفني ويشرف بلديه المدية ومدية ككل والجزائر ككل. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك قناه القران الكريم، جينا نزوروا ولايه المدية. اهلا وسهلا، متشرفين بك في ولايه المدية. الله يسلمك. احنا مع شهر تاع رمضان رانا نحاولوا في كل مره نعرفوا بالعادات والتقاليد تاع الجزائر تاعنا اللي هي مختلفه ومتنوعه، وفي نفس الوقت جينا باش نهدوا لكم مصحف اللي يجاوب اجابه صحيحه على السؤال تاعنا تاع اليوم، نهدوا له مصحف باش نشجعوا الناس يقراوا القران ويحفظوا القران ثاني في هذا الشهر تاع رمضان.
السؤال تاعنا تاع اليوم يقول سيدتي: هو علم من أعلام ولاية المدية، هو معروف هنا في المدية بالشيخ المفتي، من هو؟ مبروك عليك، الإجابة تاعك صحيحة، مبروك عليك. تفضل الإجابة، عفوا المصحف تاعك، الهدية تاعك، بسم الله، تفضلي الهدية تاعك. فيكم بارك الله فيكم، ونشكر كل القائمين على قناة الرابعة يعني الخامسة للقرآن الكريم، ومتشرفين بكم في ولاية المدية. أتمنى لكم المزيد من النجاحات والتألق إن شاء الله في الميدان العلمي والتعليمي والتثقيفي، وإن شاء الله تكون قناة يعني مرشدة هادية إن شاء الله إلى الطريق الصواب يا ربي. الله إن شاء الله. سيدتي سقسيك، أنت بديتي تقرأي القرآن في هذا الشهر ولا مازال؟ حقيقة أنا دائما مقرئة للقرآن، ودائما في الصباح يعني دائما بعد الفجر أقرأ سورة ياسين، سورة الواقعة، سورة الرحمن. لا يمكنني أن أقوم بدون أن أقرأهما، يعني دائما أقرأهما ثم أعود إلى إن شاء الله في هذا الشهر تاع رمضان تختمي القرآن في هذا المصحف. دائما أختم القرآن 3 مرات أو 4 مرات في شهر رمضان. مصحفي حصن لنفس. السؤال تاعنا يقول: هو علم من علماء الجزائر والمدية، معروف بالشيخ المفتي، من هو؟ سي مصطفى. واسمه؟ سي مصطفى فخار. الإجابة تاعك صحيحة، مبروك عليك الحاجة، تفضلي معنا. مبروك عليك، بسم الله، تفضلي الحاجة. هذا المصحف اللي تقراي فيه القرآن إن شاء الله في الشهر تاع رمضان وتختمي فيه القرآن، واش تقولي لنا؟ بارك الله فيكم. والله يا واش نزيد نقول، ما نعرفش، انا في روحي رايحه للجامع نقرا. الله يبارك، والله غير نقرا في الجامع. ان شاء الله هذا المصحف تقراي به ان شاء الله وتختمي فيه القرآن وتدعي لنا ثاني الحاجة ان شاء الله. السلام عليكم سيدي. السلام ورحمة الله. واش راهم الناس المدية؟ راهم لاباس الحمد لله. الحمد لله. تقدر تحكي لنا شوية على العادات تاعكم هنا في شهر رمضان؟ العادات تاعنا حنايا الناس قاعد تيك المساجد، يتعمروا المساجد والعبادات والنساء في الديار ثاني يعرضوا بعضهم بعض إلى آخره، السهرات ويديروا عرضات للجيران بعضهم بعض. هي الجزائر بلادنا معروفة بالعادات والتقاليد تاعها اللي تختلف من ولاية ومن منطقة لمنطقة. معليش، احنا سؤال تاعنا تاع نهار اليوم، هذه حصة مسابقات. السؤال تاعنا تاع نهار اليوم يقول: من هو الشيخ المعروف بالشيخ المفتي هنا في المدية؟ هو الشيخ سي مصطفى فخار، اللي كان في المسجد المالكي اللي سموه المسجد الوسطاني في المدية، والله يرحمه راه في المصور اللي هي عند البلدية. وكان الشيخ هذايا معروف بالحكمة وإنسان ذكي، وهو مالكي شوية في المذهب تاعو شوية صعيب. أما الشيخ هو مفتي المذهب المالكي، المذهب المالكي. أما الشيخ الفضيل اسكندر هو الشيخ تاع المذهب الحنفي، هو المسجد الفوقاني تاع. الله يبارك. الشيخ فضيل اسكندر هو ثاني علم من أعلام الجزائر، لكن المعروف بالشيخ المفتي هو الشيخ مصطفى فخار. مبروك عليك سيدي، راك ربحت معنا مصحف، مبروك عليك. تفضل الهدية تاعك، تفضل بسم الله. ان شاء الله هذا المصحف هذا احنا باش نشجعوك تقرا القران ان شاء الله في هذا الشهر تاع رمضان، تقرا. الله يبارك، الله يبارك، وتختم ان شاء الله القران، ماشي ختمه واحده، ماشي غير واحده. أني خاتم. راك ختمت ديجا. أني خاتم القرآن. الله يبارك، ادعي لنا ان شاء الله في هذا الشهر. الله ان شاء الله يسقم الحول تاع الامه هذه كاع. علم من أعلام ولاية المدية، مصطفى فخار بن حميد بن علال، صوفي ومفتي المذهب المالكي بالمدية. اشتهر بحكمته وحبه لمطالعة الشعر والفروسية. كان الجود والكرم والاستقامة من مكارم أخلاقه. زار مصطفى فخار شيخ جامع الزيتونة الذي منحه إجازة في الحديث والفقه والتفسير. وفي الركوع آيات ربي قدره في قلبي به تصفو حياتي
هنيئا لكل الفائزين معنا في عدد اليوم. نلتقي بحول الله تعالى يوم غد مع أسئلة جديدة وفائزين جدد. تقبل الله صيام الجميع، بأمان الله. فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق. فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق. إنه آيات ربي قدره في لب قلبي، وبه تصفو حياتي